ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ عندي كلمتين بس على ماتش الاهلي وغزل المحله امبارح. طبعا الماتش ده علامه مسجله. ماركه علاء عبد العال. ماتش حرفيا يطلق عليه مباراه ماركه علاء عبد العال. تقريبا كل ماتشات علاء عبد العال سواء كان مع نادي الداخليه لعب، مع نادي الجونه لعب، مع نادي غزل المحله، هو تقريبا نفس الماتش ونفس التكتيك مع كل الفرق في كل الماتشات. هي ماركه علاء عبد العال. لحد دلوقتي 3 ماتشات 4 ماتشات في الدوري، ال4 ماتشات ولا جاب جوان ولا دخل فيه جوان ولا كسب ولا خسر. هو بينزل يرص المتاريس زي ما هم محفظهم بالظبط، اللعيبه منقيها بيرصها رصه الشطرنج بس. يعني يمكن بينزل كده كام لعيب كده بيهاجم على استحياء، ويجي في اخر الماتش يقوم مطلعهم برضو علشان هو عاوز كله يقف دفاع، كله يقف في رصه الاتوبيس ويرصهم، وبيطلع الماتش في الاخر 0-0 وبتيجي معاه في كل الماتشات. طيب الكلام كتير على ريبيرو، ان ريبيرو يعني ايه اللي عمله امبارح دوت، وان هو مش كويس. انا شايف ان هو بدأ بدايه كويسه بصراحه. ريبيرو بدأ بدايه كويسه لما بدأ بعمر عبد الواحد. ده عكس اللي انا كنت متوقعه. انا كنت متوقع ان هو هيبدأ بكريم فؤاد وكوكا، ولكن هو جه بين الشوطين وقام مخرج عمر على البدايه الكويسه اللي انا يعني عملها من غير التوقعات او خارجه عن التوقعات، قام جاي مرجع التوقعات تاني وقام منزل كوكا في الشوط الثاني، وخلى كوكا هو باك شمال وكريم فؤاد هو الباك اليمين. يعني للاسف الحاجه الحسنه اللي هو قلت ابتدى بيها جه في التغييرات، ودي اللي هي تتاخد عليه، لان هو بدا بدايه كويسه فعلا. الشوط الاول عمل فرص كويسه جدا، وكان في فرص كتيره، كره تريزيجيه اللي في العارضه، كره زيزو اللي جت، اللي عملها تشيب من فوق الحارس بس خرجت بره. يعني كان في سوء توفيق، ولكن جه الشوط الثاني بصراحه اللياقه البدنيه كانت سيئه جدا جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي وقع في الاخر. كمان كوره، شفنا برضو كور وهجمات في الشوط الثاني. والتغييرات ما فيش تغيير بصراحه نزل يعني عمل حاجه غير مثلا نقول احمد رضا. احمد رضا اللي نزل مكان محمد علي بن رمضان، هو اللي تقريبا يعني عمل كام لمسه وكام كره كويسين. غير كده مفيش بصراحه. التغييرات مش عجباني نهائي. يعني ايه اخرج مهاجم وانزل مهاجم، اخرج وينج يمين وانزل وينج يمين، اخرج وينج شمال وانزل وينج؟ انا كده عملت ايه؟ يعني انا عايز اغير حاجه في الملعب، عايز اهجم زياده، عايز ازود الهجوم. الله يرحمك يا جوزيه، يعني كان بيخلص كل تغييراته على الهجوم، وبعدين في الاخر لما ما كانش يلاقي تغييرات تاني او مهاجمين تاني عنده كان يطلع وائل جمعه هو اللي يطلع يهاجم قدام. ايه يا جدعان، فين هنشوف مدرب زي ده تاني؟ فين وامتى؟ فين المغامره؟ فين يعني انت لو ما هاجمتش او ما غامرتش في ماتش زي ده، واقفين لك كلهم ورا على خط منطقه الجزاء، هتغامر امتى وهتهاجم امتى؟ ما تغامر، تنزل بالاثنين مهاجمين مع بعض. ايه المشكله؟ انا مش فاهم بصراحه. يعني يعني كان ممكن تلعب ب3 ورا في الدفاع، ليه انزل 4؟ ممكن يعني بلاش، خليهم 4 بس الباكين يطلعوا قدام طايرين. ليه انزل كوكا يفضل واقف لي ورا؟ ليه انزله ويفضل واقف ورا؟ ما طيره. في ايه؟ ليه كده؟ يعني هو كان بادئ بدايه كويسه، ما فيش اي مشكله خالص، انما في الشوط الثاني الاهلي وقع بدنيا. زائد ان التغييرات اللي حصلت بصراحه لم تؤتي باي ثمار خالص. وكمان كانت يعني تغييره عاديه جدا اللي هي نمطيه. طلع مهاجم ونزل مهاجم، اطلع وينج وانزل وينج. هتؤتي بجديد ازاي؟ لازم اكثف هجوم، لازم ازود وانشط وانزل لعيبه عندها حيويه، لعيبه عندها مهاره. مش هطلع اللعيبه اللي عندها مهاره. طلع اشرف بن شرقي ليه؟ ده لعيب اللي ممكن يعدي 1 على 1 واثنين على ويعدي بين اثنين ويعمل فرصه كويسه. ليه اطلعه؟ المفروض انزل اللعيبه المهاريه اكتر. انزل طاهر في ماتش زي ده؟ طاهر يعني بصراحه التغييرات ما عجبتنيش خالص. طيب كمان عجبني في الماتش ده ديانج. بصراحه ده ماتش ديانج، ده يعتبر ماتش ديانج. كان يعني قمه مستواه. زي ما انتم شفتوا كان بيستعيد الكرة في ثواني. اول ما الكرة بتتقطع من الاهلي كان بيعيد الاستحواذ تاني للاهلي في اقل من ثانيتين 3. يعني بصراحه كان ممشط نص الملعب، كانش مدي فرصه لفريق غزل المحله ان هو يعدي نص ملعب الاهلي خالص. يعني فطبعا دي حاجه عجبتني جدا. ايه تاني؟ عجبني برضو ان هو نزل الشناوي. انا ما كنتش متوقع ان هو ينزل الشناوي، بس يعني ما يعملهاش غير حارس كبير بشخصيه كبيره زي الشناوي. صعب جدا جدا في الظروف اللي مر بيها الشناوي ديت ان هو كان ينزل في ماتش زي ده ويؤدي اداء ممتاز زي ده بصراحه. يعني هو ما جاش عليه كور كتير فعلا، ولكن كان باين ان هو ثابت وانفعاليا وثابت في الملعب وما كانش متاثر ولا حاجه ولا مشتت.
طبعا دي كانت حاجه كويسه جدا جدا وشخصيه كبيره من الشناوي ان هو يعمل كده، ما كنتش متوقعها منه بصراحه. عامر خد رجل المباراه. يعني هو شال كام كوره كنت شايفهم سهلين وعاديين جدا، ما كانش في حاجه. بصراحه اللي كنت شايفه المفروض ياخد رجل المباراه هي العارضه. شال كورتين النهارده، واحده من تريزيجيه وواحده من اشرف داري، شوطه قويه جدا. يعني الحظ ما وقفش فيهم مع الاهلي خالص، فكانت العارضه هي اللي تستاهل رجل المباراه. شالت كور صعبه جدا بصراحه، فكانت هي اللي تستاهل رجل المباراه. طيب ده كان كلامنا النهارده عن الاهلي. ريبيرو بقى، ريبيرو هل هيرحل ولا لا، ومباراه بيراميدز القادمه. طيب يعني خلينا نقول ان ريبيرو ما ينفعش يرحل دلوقتي، ولكن مباراه بيراميدز القادمه هتخلي النادي الاهلي يفكر ان هو يرحل. ممكن لو هو يعني ما كسبش الماتش دوت او ما عملش اداء كويس قدام بيراميدز، هيرحل على كاس الامم الافريقيه. ده هيبقى اخره مع النادي الاهلي، لان مباراه بيراميدز اللي جايه دي مهمه جدا جدا. انا شايفها مباراه حاسمه، ممكن تحسم الدوري يا جماعه. يعني ماتش بيراميدز لو اتعادلوا في الاخر في النقط، هيجوا يحتكموا مثلا للمواجهات المباشره، فطبعا هتفرق. الماتش اللي جاي ده هيفرق جامد جدا جدا في المواجهات المباشره. هنكون يعني بصراحه ممكن يحسم بطوله نتيجته، فلازم نهتم بيه جدا جدا ولازم نركز فيه كويس جدا. لو نتيجه سلبيه، اعتقد ان الاهلي هيبتدي يدور على مدرب تاني، ولكن المدرب التاني ده ممكن هيجي على التوقف بتاع كاس افريقيا، لانه هيكون توقف طويل شويه، فممكن هيبقى فيه مساحه ان انت تقدر تجيب مدرب تاني. لو حصل بقى نتيجه سلبيه واداء وحش في الكام ماتش اللي جايين، ممكن عماد النحاس يمسك. احتمال، ولكن احتمال ضعيف. انا ما رجحوش ان هو يحصل. ارجح ان هو ممكن يحصل على التوقف بتاع كاس الافريقيه اللي جاي، لو الاهلي عاوز يغير مدرب. طبعا حصل برضو حاجه مؤسفه، هي اصابه محمد علي بن رمضان في العضله الخلفيه، والنهارده هو المفروض بيتعمل له اشعه هتحدد اذا كان يعني هل في اصابه هيحتاج على اثرها ان هو يغيب ماتش بيراميدز، ولا هيقدر ان هو يلعب ماتش بيراميدز. بنتمنى له السلامه ان شاء الله باذن الله، ويقدر يلعب في ماتش بيراميدز اللي جاي. هنتكلم برضو عندي كلمتين على مباراة بيراميدز ومودرن. طبعا مودرن فاز على بيراميدز 2-1 في نتيجة مفاجأة للكثيرين، ولكن بالنسبة لي ما كانتش مفاجأة على الإطلاق، وأنا متوقعها من قبل ما الدوري يبدأ. وقلت لكم قبل كده هنا هوت ان فريق مودرن عامل فرقه كويسه جدا السنه دي، وهينافس على مكان في السبعه الكبار اللي هينافسوا على الدوري اخر الموسم. وباين من التعاقدات والصفقات بتاعتهم. والكابتن مجدي عبد العاطي برضو يعني مدرب كويس جدا بصراحه. مودرن امبارح عمل ماتش ممتاز قدام نادي بيراميدز. وكنت متوقع لان بيراميدز داخل الموسم دوت عنده مشاكل. اولها طبعا ان هو ابراهيم عادل مشي احترف في نادي الجزيره الاماراتي. في طبعا رمضان صبحي عنده مشكله عارفينها كلها، مشكله تزوير وكده في المحكمه. وكمان اتصاب بعد معسكر تركيا وهو غاب عن الدوري لحد دلوقتي. كمان طبعا مشكله مصطفى فتحي مع المدرب يوريتيتش، في مشاكل ما بينهم واختلاف زي ما تقول في وجهات النظر او كده. فعشان كده مصطفى فتحي كان قاعد على الدكه الماتشات اللي فاتت، وبعد كده خرج من القايمه في ماتش امبارح. طبعا واضح ان في مشاكل كبيره بين مصطفى فتحي ويوريتيتش، يعني المفروض ان هي تتحل قريب ان شاء الله باذن الله. فكل دي مشاكل بيعاني منها نادي بيراميدز داخل بيها الموسم دوت، زائد الحفله اللي عملها قبل ماتش اول ماتش في الدوري بيومين ثلاثه، طبعا برضو كان توقيتها انا شايفه خاطئ جدا من نادي بيراميدز. فكل المشاكل اللي دخل بيها نادي بيراميدز الموسم دوت هي اللي ساهمت في النتائج السيئه اللي بادئ بيها نادي بيراميدز. فما كانش نتيجه مفاجاه بالنسبه لي ان مودرن فيوتشر يفوز على نادي بيراميدز في المباراه ديت. مودرن لاعب الاهلي والزمالك وبيراميدز في اول 4 ماتشات طلع منهم ب7 نقط، في اول 4 ماتشات طلع ب7 نقط، ودي نتيجه شايفها كويسه جدا ممتازه. تعادل مع الاهلي، فاز على بيراميدز، خسر من الزمالك وفاز على الاتحاد. بقيه الماتشات بالنسبه له المفروض ان هي تكون طبعا اسهل من الزمالك والاهلي وبيراميدز، وهنشوف مودرن هيكمل الدوري ازاي. بالتوفيق للجميع ان شاء الله باذن الله. بس في حاجه مميزه جدا حصلت في الماتش ده لازم نتكلم عنها، وهي طرد الشيبي. الشيبي يعتبر من اللعيبه والمفاتيح المهمه جدا في نادي بيراميدز، وحصل على الانذار الثاني والطرد في نهايه المباراه، وده معناه ان الشيبي مش هيلعب ماتش الاهلي الجاي. في احتمال ان محمد علي بن رمضان ما يلعبش في الاهلي الماتش الجاي، واحتمال يلعب. طبعا في هنا الشيبي مش هيلعب.
انا شايف ان سكواد بيراميدز قوي جدا، مش هيتاثر بغياب الشيبي قوي، طبعا هيتاثر فيه تاثير لغياب الشيبي، ولكن عنده بيراميدز عنده بديل، والتاني اعتقد ممكن يلعب احمد توفيق مثلا مكان الشيبي. هيبقى فيه تاثير فعلا، ولكن مش هيبقى تاثير، يعني بيراميدز عنده مفاتيح تانية كتير غير الشيبي يقدر يستغلها في المباراه القادمه. طبعا خد علي فوزي هو رجل مباراه بيراميدز، وعلي فوزي يعني لعيب فعلا لعيب كبير جدا، واثبت الموسم دوت ان هو لعيب كبير. شفنا كلنا الاسيست اللي عمله في ماتش الاهلي لعلي الفيل اللي احرزوا منه الهدف الثاني، شفنا اسيست في الماتش امبارح اللي عمله برضو احرزوا منه الهدف الاول لمحمد غنام، وشفنا الهدف الثاني اللي احرزه من ضربه جزاء، وكان عامل مباراه عاليه قوي قوي امبارح على بيراميدز. واعتقد ان علي فوزي يستحق نظره من الكابتن حسام حسن، ويستحق ان هو يكون ليه مكان في المنتخب بصراحه. المعسكر اللي جاي دوت نتيجه للاداء اللي عمله في الاربع ماتشات اللي فاتت، يعني عامل اداء ممتاز جدا، يستحق نظره من الكابتن حسام حسن. وهنشوف قائمه الكابتن حسام حسن، وعلى الاقل لو ما اتخذش مع الكابتن حسام حسن اكيد هيتاخد مع كابتن حلمي طولان. يعني دي توقعاتي في المنتخب مصر الثاني اللي هيشارك في كاس العرب ان شاء الله باذن الله. طيب دي كانت اخبارنا النهارده. في حاجه بس صغيره تانية، هي تطورات مشكله ارض اكتوبر بتاعه نادي الزمالك. عرفنا بيان وزاره الاسكان اللي نزل امبارح، اللي بيقول ان في تغيير في النشاط او تغيير في المخطط اللي كان معمول للارض، وقدموا بلاغ للنيابه العامه. طبعا بلاغ للنيابه العامه هتحقق فيه ان هم غيروا الغرض من اللي متاخد منه الارض ديت. طبعا الارض ديت لما اي مهندس او الدوله والوزاره بتخطط لمنطقه جديده تعمل دي منطقه سكنيه، دي منطقه خدميه، دي منطقه تجاريه، وهكذا. يعني طبعا على حسب عدد السكان يبقى المفروض عدد الخدمات وعدد المناطق التجاريه اللي موجوده والاقتصاديه والانشطه اللي هيمارسوها السكان ديت في المنطقه. طبعا لما تيجي انت منطقه او ارض مخصصه لحاجه خدميه، وتيجي انت عاوز تستغلها في حاجه تانية، حاجه سكنيه مثلا، تعملها كومباوند او هتعملها مثلا مول، حاجه تجاريه، طبعا ما ينفعش، لان دوت هيبقى اخلال بالنظام. يعني انت لما تزود عدد السكان ممكن الخدمات ما تكفيش. انت معمول الارض ديت خدميه بغرض انشاء فرع تاني لنادي الزمالك، تيجي مثلا تعمل فيها كومباوند تزود عدد السكان ديت عايزين خدمات. طيب المنطقه مش يعني ما ينفعش ان انت تعمل مثلا خدمات هنا. فطبعا رفعوا بلاغ للنائب العام، وهنشوف النيابه العامه هتعمل ايه في الموضوع دوت. وان شاء الله باذن الله يعني اللي فيه صالح البلد وصالح مصر وصالح نادي الزمالك هو اللي يتم. كلنا ثقه في النيابه العامه وتحقيقاتها والنتيجه اللي هتطلع بيها ان شاء الله باذن الله. تمام. النهارده في ماتشين مهمين جدا جدا ما بين نادي الزمالك ونادي فاركو، وفي كمان ماتش نادي المصري مع نادي حرس الحدود. طبعا بتروجيت كسب المقاولين امبارح بنتيجه 1-0 وتصدر الدوري برصيد 8 نقط، خلفه نادي الزمالك والمصري برصيد 7 نقاط، ومودرن برصيد 7 نقاط. بس الزمالك والمصري لسه فاضل لهم ماتشات النهارده. لو فازوا النهارده طبعا المصري او الزمالك هيتصدر برصيد 10 نقاط، ولكن حتى الان قبل مباراه المصري مع حرس الحدود والزمالك مع فاركو لسه بتروجيت هو اللي متصدر برصيد 8 نقاط، واللي هيكسب سواء المصري او الزمالك هيتصدر ان شاء الله الدوري النهارده باذن الله. وهنشوف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه. ودي كانت كل اخبارنا وكل ارائنا النهارده في الحاجات المشاكل والمواضيع اللي مطروحه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله تشاركونا بالتعليقات وبارائكم في الكومنتات. والى حلقه قادمه ان شاء الله، مع السلامه.